السلام الله عليكم اخواني اخواتي الكرام، مرحبا بالجميع. خبر جميل هذا النهار، هذا خبر مفرح لوحدنا الترابيه ولمصالحنا والامن القومي. خبر كيتعلق باعتقال او اختطاف، سميه كيف ما بغيتي، الولايات المتحده الامريكيه عبر قوات دلتا الرئيس الفنزويلي، ممكن نقولوا عليه السابق، نيكولاس مادورو. خرجوه من بيت النعاس. وبالتالي علاش كنقول عليه خبر مفرح؟ لانه اليوم تم اعتقال صديق الجزائر، تم اعتقال صديق ايران وجوج ديال الدول اعداء لوحدتنا الترابيه ومصالحنا. تم اعتقال احد الداعمين الكبار لميليشيات البوليساريو. تم اعتقال عدو وحدتنا الترابيه والداعم الاكبر للاطروحه الانفصاليه على مستوى امريكا اللاتينيه. وبالتالي خبر جيد ومفرح للمغرب من الناحيه الاقتصاديه ومن الناحيه السياسيه ومن الناحيه ديال مصالحنا العليا. وغادي نقولوا علاش، وايضا غنقولوا شنو ربح المغرب وشنو خسرات الجزائر من اسقاط وتحييد الدكتاتور نيكولاس مادورو من قبل الولايات المتحده الامريكيه. مادورو دخلوا عليه تلبيه النعاس كيف ما تبعنا كنا في الاخبار، وحسب التصريحات اللي ادلى بها قبل قليل الرئيس الامريكي ترامب، الفوكس نيوز قال باللي مادورو دخلوا عليه البيت النعاس في القصر الرئاسي عبر قوات دلتا. وترامب كان يتابع، حسب تصريحاته كان يتابع العمليه على المباشر. مادورو حاول يهرب ملي دخلت عليه القوات الامريكيه للقصر الرئاسي، ومرته حاولوا يهربوا. عندهم تما مخابئ فولاذيه او لا غرف من الفولاذ المقول اللي صعب جدا اختراقه. والقوات الامريكيه اللي دخلت القصر الرئاسي كان عندها خطه ديال التعامل، تفجير او مهم خطه كانت واجده ديال التعامل مع دوك المخابئ من الفولاذ. ولكن السرعه ديال القوات الامريكيه ما عطاتوش الفرصه اصلا لمادورو فين يوصل ليها، وبالتالي اعتقلوه هو ومرته قبل ما يوصل لذوك المخابئ اللي كان موجدهم مادورو في حال ما دخلت عليه المعارضه او كانت هناك محاوله ديال اعتقاله من داخل القصر الرئاسي بحال اللي وقع. ولكن ما عطاوش الفرصه وتم اعتقاله. والزوجه ديالو الان هما في الولايات المتحده الامريكيه، وتوجهات لهم مجموعه من التهم الثقيله جدا، خصوصا مادورو اللي غادي يتحاكموا بسببها امام القضاء الامريكي. قبل ما نجاوبوا على السؤال الاهم، شنو ربحنا حنا كامله كمغربيه؟ واش من صالحنا هادشي اللي وقع او لا، من ناحيه اقتصاديه ومن ناحيه سياسيه؟ وشنو خسرت الجزائر ايضا سياسيا واقتصاديا من تحييد الدكتاتور مادورو من قبل الولايات المتحده الامريكيه؟ غادي نجاوب على هذه الاسئله، ولكن قبل اسمحوا لي نستعرض معكم مجموعه من تصريحات للرئيس الامريكي التي ادلى بها قبل قليل القناه فوكس نيوز الامريكيه. ترامب قال: نقلنا مادورو الى سفينه يو اس اس ايو جيما بالمروحيات، وانا متاكد انه وزوجته احب الرحله بالمروحيه بالمروحيه الى السفينه. كيتهكم عليهم، كيتنمر عليهم. ايضا قال: قلت لكم لو انتخب ديمقراطيا رئيسا كانت بلادنا ستتحول الى فنزويلا هائله. قلت لكم لو انتخب ديمقراطيا، زعما مادورو كون تم انتخابه ديمقراطيا وماشي يحكم صحه، كانت غتحول بلادنا، ما فهمتش شنو بغا يقصد هنا، رئيسا كانت بلدنا ستتحول الى فنزويلا هائله. ما فهمتش شنو بغا يقول. وانا هنا كنقرا معكم حرفيا التصريحات ديالو من فوكس نيوز. ايضا قال: يجب أن نضمن ألا تعود فنزويلا إلى حالها السيء مرة أخرى. أنا فخور بكوني أمريكي. بنينا منزلا يشابه منزل مادورو مع كل الحديد الذي كان فيه من أجل التدريب. بناو قصر رئاسي بحال اللي كان ساكن فيه مادورو بالتفاصيل ديالو حتى من الداخل. وبالتالي كيبان بانه استخباراتيا الولايات المتحده الامريكيه مخترقه النظام ديال مادورو بالطول والعرض، وعارفه التفاصيل ديال فين تينعس. التفاصيل ديال القصر الرئاسي من الداخل الولايات المتحده الامريكيه كان عندها التفاصيل ديالو. بالتالي بنات واحد بحاله ودربات فيه قوات الدلتا باش تسهل عليها العمليه ديال اختراق المكان الحقيقي. ايضا قال: حرب روسيا واوكرانيا بالمقارنه معنا تبدو بدائيه جدا. بالنسبه لي احنا هم اليوم في حاله حرب، قال مع النظام ديال فنزويلي هما في حاله حرب، ولكن ربحوا الحرب بطريقه سهله جدا، هو انهم مشاو حيدوا الراس ديال النظام وغيضغطوا تغيير النظام وتغيير فنزويلا وتحييد الخطر الفنزويلي عليهم. فبالنسبه لي هذه شي حاجه قمه التطور والقوه، في حين الروس اللي كيعتبروا اوكرانيا عدو ليهم وكتشكل خطر غارقين في حرب بشكل بدائي مع الاوكران. شوف شحال ديال الوقت ومازال ما حققوا والو. وبالنسبه لي هذا الشيء يدعو للفخر كامريكي، يدعو للفخر كامريكي. ايضا قال: بشان لقاء مادورو مع المبعوث الصيني، علاقتي جيده جدا مع الرئيس تشي وسنسمح لهم بالحصول على النفط الفنزويلي. اعلامنا ترفع في شوارع فنزويلا. بالنسبه لي هذه كذبه. لحد اللحظه شفت صفحات فنزويليه ما كاين والو في شوارع فنزويلا ديال فنزويلا.
حتى دوك الموالين للرئيس اللي تم الدعوه ديالهم باش ينزلوا الشارع حتى حد ما تسوق، حتى حد ما نزل. الناس خايفه، فقط نزلوا بعض القوميين اللي معروف انهم تابعين لبعض العصابات اللي على علاقه بمادورو. وبالتالي الناس لا اللي ضد ولا اللي بغات اللي زعما ضد الرئيس وبغات تنزل تفرح وتهز الاعلام ديال امريكا ما تقدرش، لانه كاين عصابات الان ديال تهريب المخدرات وكذا اللي على علاقه بالنظام كاينه في الشوارع، وبالتالي الناس خايفه حتى حد ما نزل للشارع. والفنزويليين ما عقلوش على مادورو، ماشي كيف ما داروا مع هوغو تشافيز. الا كتذكروا تشافيز ملي دارت عليه انقلاب، رئيس سابق حتى هو كان خصم لامريكا، ملي دار عليه انقلاب والجيش انقلب عليه الفنزويليين نزلوا للشارع وضغطوا على الجيش الفنزويلي واطلق سراحه. هذا مادورو هذا لحد ما تسوق له، لم ينزل احد للشوارع. اضاف ترامب خسرنا 600,000 امريكي 600,000 امريكي في الحرب الاهليه، بينما نخسر 300,000 امريكي سنويا امام المخدرات، لانه بالنسبه ليه المخدرات كتجيهم من فنزويلا، والرئيس الفنزويلي هو جزء من هذه العصابات ديال التهريب وصناعه المخدرات. فهو مادورو يشن الحرب عبر المخدرات على امريكا، وبالتالي هذا خطر كان كيوجب على امريكا تتحرك من اجل تحييد هذا الخطر. ايضا قال بشان ردود فعل الديمقراطيين الرافضه للعمليه، لانه الديمقراطيين الان في الولايات المتحده الامريكيه خرجت مجموعه من التصريحات من عندهم كتقول من الحزب الجمهوري انهم يرفضون التصرف اللي قامت به الاداره ديال ترامب. قال لهم هؤلاء الاشخاص ضعيفي الشخصيه واغبياء، لولا انتخابي لضيعنا هذا البلد. لو انتخبت كاميلا هاريس ما كان سيكون هناك للولايات المتحده حلول وقتها. ايضا قال مادورو كان يعيش في حصن محروس جدا، واشكر الله اننا لم نخسر اي شخص في العمليه. هو تكلم على انهم ما خسروا والو، ولكن ما قالش الطرف الاخر واش كاين خسائر، لانه يعني كاين بعض المصادر الفنزويليه الان كتقول هناك مدنيين وحتى عسكريين ماتوا في العمليات ديال القصف اللي سبقات العمليه اللي قامت بها قوات الدلتا، لانه كانت عمليات ديال القصف في العاصمه، الموانئ والمطارات وقواعد عسكريه. فالفنزويليين تيقولوا كاين مدنيين توفاو وعسكريين، ولكن ترامب ما تسوق هادشي كله، جاو من الاخر وجهه قاصح، قال لهم حنا ما تصاب لنا حتى شي واحد. يعني المهم انا امي ما بكاتش، ماشي ديال شي حد اخر تبكي ما عندوش مشكل. ايضا قال مادورو حاول الركض نحو منطقه امنه في منزله تغلق ببوابه حديديه، لكنه تفاجأ بسرعتنا وقد اعددنا انفسنا من اجل اختراق تلك البوابات. هادشي اللي قلت لكم في الاول، هما كانوا واجدين حتى دخل في ذاك المناطق الحديديه اللي محصنه، كانوا واجدين لانهم عارفين التركيبه ديالها شنو، اي نوع من الفولاد، عندهم تفاصيل كلها استخباراتيه، فكانوا واجدين انهم يفجروها او يقطعوها صحه ويدخلوا ويعتقلوا. مع ذلك ما عطاوش الفرصه حتى فين يتخبى. ترامب قال ايضا نحن في حاله حرب وكان علينا القيام بما قمنا به. نحن نفتقد 300,000 شخص سنويا بسبب المخدرات، اكثر من اي حرب خضناها. أضاف انتظرنا أياما من أجل الطقس المثالي قبل إتمام العملية، وأخيرا كان لدينا غيوم معدودة. يعني كان شحال هذه وأيام كان باغي يقوم العملية، ولكن غير الطقس اللي ما سمحش ليه. أيضا أضاف الكارتيل هي من تدير المكسيك وليست الرئيسة، وهي خائفة منهم وقد عرضت عليها المساعدة ورفضت، ولكن علينا فعل شيء. هو هنا يوجه تهديدات للجانب المكسيكي بانه الا ما تبدلتوش راه يكون المصير ديالكم عاوتاني بحال المصير ديال مادور. فهذه التصريحات او ابرز التصريحات التي ادلى بها الان الرئيس ديال فنزويلا. الصين والروس من جهتهم مازال ما تكلموش، ما قالوا والو. الاتحاد الاوروبي براسو ضرب الطم، ما قدرش يتكلم. بالنسبه لي الصمت ديال الاتحاد الاوروبي مفهوم، الصمت ديال الاتحاد الاوروبي مفهوم. يمكن مصلحتهم اصلا يطيح مادورو. هادشي غيؤدي الى تراجع الاسعار ديال البترول والغاز، خصوصا الى سيطرات الولايات المتحده الامريكيه، وهادشي اللي غادي يكون سيطرات على المنابع ديال النفط والغاز في فنزويلا. ولكن اللي ما مفهومش هو الصمت ديال الصين والامريكان. الصين كانت مستافده من العقوبات لانها كتاخذ البترول الفنزويلي خصوصا كتاخذه برخص التراب. ايضا فنزويلا كانت كتعتقد بانها حليفه ديال الصين والصين غادي تدافع عليها. كذلك الروس ما دواوش ما تكلموش. الايرانيين يمكن اللي اعترضوا على شنو وقع، والايرانيين بدورهم خاسرين من سقوط مادورو، لان مادورو حول فنزويلا الى منصه لايران والاذرع ديالها باش تحرك امريكا اللاتينيه. حزب الله والحرس الثوري الايراني هذو كلهم كان عندهم مادورو عطاهم جنسيات، مجموعه من العناصر اللي تابعه للحرس الثوري الايراني
حزب الله وغيرها من الميليشيات اللي تابعه لايران عطاهم الجنسيه ديال فنزويلا، وكانوا كيتحركوا باريحيه في فنزويلا والدول المحيطه بها لصالح ايران ولصالح حزب الله وباقي الاذرع الاخرى. فبالتالي هذه ديال الدول بالنسبه لي خصوصا الصين وروسيا الصمت ديالهم غير مفهوم. هي اما الامر عنده علاقه بصفقه او عنده علاقه بانه صافي تفضحوا، لانه ما كاين حتى شي قوه اليوم تضاهي القوه الامريكيه. لا الصين ولا الروس ممكن يحميوك، ممكن يقدموا لك شي حاجه قدام الهيمنه والقوه الامريكيه، وهذا الشيء اللي كنرجح انا ما في جهدهم ما يديروا، ما يقدروا يديروا حتى لعبه، لا الصين ولا الروس. روسيا غارقه في المستنقع ديال اوكرانيا. الصين كتخاف اقصى شيء ممكن تعطيه لك تصريحات ومواقف على مستوى مجلس الامن، وكتخاف تدخل حرب وما باغاش تدخل حرب لانه ماشي جزء من الاستراتيجيه ديالها. الصين مركزه على الاقتصاد، باغا تنمي نفسها، باغا تسيطر على الاسواق، باغا تفوت امريكا اقتصاديا، وبالتالي ما باغاش تطلع الراس ديال انها تكون جزء من حروب او. وبالتالي هذا الشيء يخلي الوضع على ما هو عليه، وهو انه كاين هيمنه امريكيه بالقوه، حتى شي حد ما يقدر يحل فمه. من جهه اخرى الاخبار الاخيره كتقول الان طلبت بعثه فنزويلا لدى الامم المتحده بعقد اجتماع طارئ لمجلس الامن، وطلبت من المجلس ادانه الضربه العسكريه الامريكيه ضد البلاد. وقال السفير ديال فنزويلا بانه في رساله صيفطها رئيس مجلس الولايات في رساله الى رئيس المجلس: الولايات المتحده الامريكيه تستخدم دائما الاكاذيب لابتداع الحروب، انه طغيان دولي يفرض من خلال دعايه الموت. الماضي القريب يؤكد ذلك، وقد طلبت روسيا والصين الحلفاء ديال فنزويلا واعضاء دائمون في مجلس الامن عقد اجتماع طارئ للمجلس هذا الاسبوع. ايضا تحديث اخر هو ترامب قال علينا القيام بشيء في المكسيك. هنا ترامب كيوجه تهديدات للمكسيك. تتواجد نائبة رئيس فنزويلا ديليسيا رودريغيز في كاراكاس، ووفقا لثلاث اشخاص مقربين منها، هي اللي الان يقال انه هي اللي في يدها على الاقل من الناحيه السياسيه حكم البلاد، ولكن اللي في يديه زمام الامور هم عسكريين ووزير الداخليه، هما اللي مازال يمسكون بزمام الامور لحد الان في فنزويلا من بعد تحييد الرئيس. ايضا حديث اخر يقول كان لدى وكاله المخابرات المركزيه الامريكيه CIA مجموعه من الضباط تعمل سرا على الارض في فنزويلا بدءا من اغسطس وفقا لشخص مطلع على اعمال الوكاله، وجمع هؤلاء الضباط معلومات حول نمط حياه مادورو وتحركاته، وكانت هذه المعلومات مهمه بينما كانت الولايات المتحده تطور معلومات استخباراتيه عن مكانه وتحركاته. المهم كاين سيل من المعلومات، سيل من الاخبار حول شنو كانت كدير الولايات المتحده الامريكيه وكيفاش وجدت لهذه الضربه. من جهه اخرى قائد المعارضه الفنزويليه تيقول انه مستعد لاعاده اعمار فنزويلا. يعني الان اللي عجبهم الحال كلهم غادي يبانوا باش يشدوا الحكم. وقيل ايضا ان المؤتمر الصحفي لرئيس ترامب والقاده العسكريين يبدا على راس الساعه. يعني من هنا واحد انا كنسجل الان يمكن حسب الساعه اللي عندي بقات واحد نص ساعه وغادي يكون مؤتمر صحفي لترامب والقاده العسكريين باش يوضحوا للامريكان تفاصيل حول هذه العمليه. المهم هذا الشيء اللي وقع، حاولت سريعا جدا نوقفوا عند التصريحات ديال ترامب. الان غادي ندوزوا للمهم والاهم بالنسبه لي، انه كما قال صاحب الجلاله في احدى خطاباته الساميه: العالم كنظروا ليه بمنظار واحد اللي هو الصحراء المغربيه وحده الترابيه ديال بلادنا، وضمنيا هنا جلاله الملك يقول لنا كنظروا بالمنظار ديال المصلحه ديالنا، مصلحه الامن القومي ديالنا كمغاربه. وبالتالي بهذا المنظار غنشوف شنو واقع، وانا هذا هو المنظار اللي كنستخدمه دائما بالنسبه لي. اي حاجه وقعت في العالم كنشوفها بالمنظار ديال واش لصالحنا ولا ماشي لصالحنا، كيفاش غتاثر على مصالحنا، كيفاش ممكن تكون ايجابيه او سلبيه لينا. واذا استخدمنا هذا المنظار في هذا الموضوع هذا ديال اعتقال مادورو، بالمناسبه السؤال اللي قدامكم غير مؤكد واش صحيحه ولا لا، واش هي اي ولا صحيحه، باش نكونوا واضحين. ما حصل في اعتقادي المتواضع، تتفقون او تختلفون معي، ارجو تخليوا لي هادشي في التعليقات. اللي وقع لصالحنا مليون في المية. علاش؟ اولا لصالحنا من الناحيه السياسيه. هذا الديكتاتور هو حليف للنظام الجزائري، صحيح التحالف ديالو مع النظام الجزائري ماشي شي تحالف اللي عنده شي تاثير على الارض عسكري او لا زعما سياسي، ولكن على الاقل التحالف ديالو معهم كان بين الفينه والاخرى من الناحيه السياسيه كيمنحهم يحقوا واحد الصوره ديال الدعم الرمزي من عند الدول البوليساريو والاطروحه الانفصاليه، بحال ملي زاروا مؤخرا او لا على مستوى مجلس الامن اللي كيكون الصوت ديال فنزويلا مع الاطروحه الانفصاليه. صحيح ما كاينش تاثير لهذه المواقف ديال فنزويلا، ولكن
كاين واحد الرمزيه اللي كيستغلها وكيستثمر فيها النظام العسكري الجزائري قدام الجزائريين وحتى قدام المحتجزين داخل مخيمات تندوف. راه كاين عندنا دعم ديال دول، ومن جهه اخرى الرمزيه ديال تقويه السرديه ديال النظام الجزائري، لانه المغرب مدعوم من الامبرياليه، مدعوم من اسرائيل، مدعوم، حنا مدعومين من القوى الخير، من القوى اللي الثائره وبلا بلا بلا بلا. اليوم فقدوا فقدوا هذه المواقف الرمزيه، تبخرت اليوم. ايضا كيف ما قلنا على مستوى مجلس الامن فقدوا حليفا لهم، وهذه ايضا لصالحنا. والاهم من هذا سياسيا، فقدوا حليف الاطروحه من الانفصاليه، كان كيمولهم احيانا، كيدور مع البوليساريو كذا، ميزانيه كتعطى لهم. والاهم من ذلك هو انهم فقدوا دوله كانت كتسمح للبوليساريو تحرك وتنشط في امريكا اللاتينيه انطلاقا من الاراضي ديالها، وحولت فنزويلا الى منصه للتحرك امريكا اللاتينيه. بوليساريو ما بقاش، لانه تغيير النظام تتغير معه مجموعه من المواقف في فنزويلا تجاه مجموعه من الملفات، من بينها الملف ديال الصحراء المغربيه، خصوصا الى جاتك خوان غوايدو للحكم، اللي كان المغرب ايدو ودعمو ملي كان ربح في الانتخابات وتقلب عليه مادور. فبالتالي غيبان لك المغرب كان عنده موقف استراتيجي وكان عنده بعد نظر من اللي الدعم ديالو لخوان غوايدو حينها عندما نجح في الانتخابات وانقلب على العمليه الديمقراطيه مادورو، اعلن نفسه رئيس صحه. بمجرد ما يوصل هو او غيره للحكم من المعارضه او حتى من الموالاه اللي غتجي صفقه مع امريكا، يا اما غتبدلوا السياسات ديالكم وتفتحوا لنا الباب نسيطروا على الغاز والبترول عندكم وكذا، او نطيحوكم صحه وتحاكموا ونزيدوا عليكم الحصار. غيختاروا انه يتصالحوا مع امريكا، يختاروا يبدلوا المواقف ديالهم، وجزء من هذا التغيير غيكون تغيير الموقف ديالهم تجاه ملف الصحه المغربيه، وهذه خساره للنظام الجزائري وربح ربح للمغرب. ايضا من جهه اخرى، اسقاط هذا المعتوه غادي يؤدي الى تدفق النفط والغاز الفنزويلي للاسواق. التدفق ديالو في الاسواق غادي يؤدي الى انخفاض الاسعار ديال هاد الجوج ديال المادتين الحيويتين. تراجع الانخفاض ديال اسعارهم تكون صالحنا، غتكون صالح المغرب، غادي تحافظ علينا على ميزانيه كبيره من العمله الصعبه اللي كنستوردوا بها الغاز والبترول. ايضا ممكن تساهم حتى في خفض التضخم، لان تراجع الاسعار ديال البترول والغاز بشكل اوتوماتيكي كتؤدي الى تراجع التكلفه ديال الانتاج. هذا الشيء غادي ياثر على الاسعار، غادي ياثر على التضخم، فلصالحنا. ومن جهه اخرى غادي يزيد من العزله والحصار ديال عدونا الكلاسيكي النظام الجزائري، وبالتالي الف باء سياسه ما حصل لصالحنا مليون في المية، وغيزيد من الحصار والعزله ديال النظام الايراني عدو حسن الترابيه ومصالحنا الاستراتيجيه. فما حصل لصالحنا تريليون في المئة. هذا بالنسبه للمغرب. بالنسبه للنظام الجزائري، كيف ما قلنا النظام الجزائري سيحاصر، غتزيد العزله ديالو، غينتشر الخوف في قصر المراديه من انه يكون عند النظام الجزائري نفس السيناريو اللي وقع لمادورو. وغنجي لكم بعض الامثله ديال موالين للنظام الجزائري اللي خرجوا يعبروا على انهم خايفين وكيطالبوا بتغيير السياسه ديال الجزائر كاع خوفا من تكرار سيناريو فنزويلا معهم. فالان غيكونوا خايفين، هذا الخوف ممكن يؤدي بهم الى ارتكاب اخطاء في علاقاتهم سياستهم الخارجيه. هذا الخوف ايضا من جهه اخرى ممكن يؤدي الى ارتباك اللي تنتج عليه افكار، مواقف وتحركات خاطئه. المهم الخوف الان راه مسيطر على قصر المراديه وعلى النظام العسكري. اذا كان الخوف سيطر على النخب او اشباه النخب بين قوسين اللي تابعه النظام، فما بالك بالنظام. من جهه اخرى التراجع ديال الاسعار ديال البترول والغاز كيف ما قلنا. النظام الجزائري الميزانيه ديالو وضعها على سعر مرجعي ديال البترول والغاز مرتفع، خصوصا البترول مرتفع جدا بالنسبه لسعر البرميل. تدفق الغاز او البترول خصوصا الفنزويلي للاسواق غادي يؤدي لانخفاض ديال الاسعار، وبالتالي السعر المرجعي اللي حطوه هما وبناو عليه الميزانيه ديال العام الجاي ما يبقى صالح لوالو، وبالتالي غتزيد المشاكل الاقتصاديه عندهم. غتزيد تتراجع المداخل ديال البترول والغاز، التراجع ديالها يعني عدم قدره العسكر ان يحافظ على السلم الاجتماعي، لانه العسكر اليوم كيحكم ويحافظ على السلم الاجتماعي عبر ذاك المساعدات غير العلميه من الناحيه الاقتصاديه اللي كيديرها، وتوزيع السكنات والدعم المواد بشكل عشوائي، غير باش الشعب ما يثورش، ما تكونش ثوره ديال الجياع. تراجع الاسعار ديال البترول والغاز ممكن تؤدي الى انه العسكر ما يبقاش قادر على نهجه السياسه هذه، ما بقاش قادر على نهجه السياسه، يعني الشعب ممكن ان يثور. وايضا من الفوق ممكن داك شويه ديال المداخيل غادي غتخلي العسكر يزيد ضارب
على اقتسام الكعكه، ما تبقاش كافيه باش يوزعوها بين الاجنحه. هادشي ممكن يزيد من الصراع ديال الاجنحه اللي كاين على مستوى السلطه اليوم، وبالتالي غيزيد من المشاكل ديال النظام الجزائري. ايضا النظام الجزائري خسر كما قلنا حليف مهم واللي هو فنزويلا في مجموعه من الملفات على راسها ملف الصحه المغربيه. ومن جهه اخرى الحليف ديالهم ايران تعد هذه خساره وضربه كبيره له. كيف ما اليوم ما حصل هو فيه ضربه لايران، فيه رساله لايران، ولا استبعد انه يكون توطئه لضربه قادمه لايران، ضربه عسكريه قادمه لايران ان لم ينجح اسقاط النظام الايراني بالتظاهرات اللي كاينه اليوم. ممكن يدوزوا لضربه اخرى تكون ضد ايران، وراه ترامب هو البارح هددهم عاوتاني. وضرب ايران بدا بتقليم اظافر ايران، ضرب الحوثي، حزب الله، القضاء على حماس بين قوسين. ايضا اليوم ملي كنقولوا اسقاط مادورو اللي هو اهم حليف لايران في امريكا اللاتينيه. والتحالف ديال ايران مع مادورو ما كانش تحالف سياسي فقط، كان واحد الرئه يتنفس منها النظام الايراني من الناحيه الماديه، من الناحيه ديال الفلوس، سواء تجاره الاسلحه، تجاره ديال المخدرات. كانت فلوس صحيحه كتدخل عبر فنزويلا الى النظام الايراني باش يقدر يواجه او يلتف من خلالها على العقوبات. وبالتالي اضعاف حليف ديال ايران يعني ضعف ايران، وضعف ايران ليس في صالح النظام الجزائري بحكم ان هناك تحالف جزائري ايراني، وهذا الشيء صالح لانه غينعكس سلبا على عدونا الكلاسيكي النظام الجزائري. وايضا النظام الجزائري الان غيكون خايف ديال بصح، غيكون خايف ويكون قدامه جوج ديال الخيارات، لان اليوم ما حصل من قبل امريكا هو فيه سياسه، هو فيه رساله سياسيه لكل خصوم امريكا، لكل الخصوم الامريكيه اللي على شاكله النظام ديال مادورو، لانه كاين اوجه ديال التشابه بين النظام الفنزويلي والنظام الجزائري. النظام الجزائري يعتقد او كان يعتقد ان روسيا ممكن تحميه. النظام الجزائري كان يصور نفسه كحليف لايران والصين. النظام الجزائري كيعيش على الشعبويه وعلى الشعارات بنفس الشكل ديال النظام الفنزويلي. النظام الجزائري نظام غير شرعي وغير ديمقراطي ويتحلى بادنى شرعيه بحال النظام ديال مادورو. النظام الجزائري عنده مجموعه من المواقف، حتى وان كانت شعارات، مواقف لا تتماشى وتتقاطع مع المصالح الامريكيه وعلى المواقف الامريكيه في مجموعه من الملفات بحال ملف الصحه المغربيه. هادشي كله ممكن يخلي امريكا تكون بين الدول اللي كتقصدها بهذه الرساله حتى الجزائر، اما غتبدلوا السياسات ديالكم وغادي تدخل الامر الواقع وغتخليو على الشعارات والشعبويه، او لا غيكون المصير ديالكم هو نفس مصير النظام ديال مادورو. كاين غيقول لك كتزيد فيه. غنوريكم شنو قالوا منتمين للنظام. على سبيل المثال هنا الدراجي شنو تيقول؟ نحن في غابه، او نحن في غابه. هذه صرخه ديال الخوف من عند الدراج. امريكا ترامب تعتدي على دوله عضو في هيئه الامم المتحده وتعتقل رئيسها وزوجته. باي حق تقصف دوله ويعتقل رئيسها؟ هل هذه هي الديمقراطيه الامريكيه؟ هل هذا هو السلام الذي يريده ترامب؟ اين هو المجتمع الدولي؟ الموت اهون من حياه الدود والهوان. هذا تعبير على الخوف بشكل مبطن عبر الاختباء خلف الديمقراطيه، وخلف على اساس انه الدراجي كيدافع على نظام ديمقراطي، على اساس ان مادورو ديمقراطي، او على اساس تطبيل الدراجي للنظام العسكري في الجزائر هو تطبيل النظام ديمقراطي. هو براسو لا يؤمن بالديمقراطيه الدراجي. والدراجي اللي كيتكلم هنا على الشرعيه الدوليه وبلا بلا بلا، هو براسو كيدافع على نظام جزائري لا يحترم الشرعيه الدوليه. هو براسو يدافع على نظام جزائري لا يحترم السياده ديال جيرانه. حنا كنتكلموا على الجيش الجزائري اللي اخترق اليوم كاين اخبار كتكلم على اعتداء الجيش الجزائري على مواطنين موريتانيين. من قبل كان اختراق جزائري للعمق الموريتاني. السيمانه اللي فاتت توانسه فضحوا توغل الدرك الجزائري داخل الاراضي التونسيه. فلاح تونسي خرج فيديو دوينا عليه في هذه القناه، كاين الفيديو ديالو. فلاح تونسي خرج وقال الجيش الجزائري دخل داخل تونس في قريه حدوديه وسرق 150 خروف الفلاح التونسي. فهنا ما كاين لا ديمقراطيه ولا هم يحزنون كتم الدراجي كيحس بالخوف والرعب من انه النظام اللي كيدافع عليه يلقى نفس المصير ديال مادورو. من جهه اخرى هذا خرج ليه نيشان، هذا عنده موقع افريكا، يمكن افريكا انسايد او شي حاجه بحال هكذا. مهم موقع استخباراتي يتابع المخابرات الجزائريه، ناطق بالانجليزيه والفرنسيه وحتى العربيه، ولكن النسخه الاكثر زعما كيعتمدوا عليها التاثير ونوع من الدعايه هي الانجليزيه والفرنسيه اللي كيستهدفوا بها دول افريقيه عبر مقالات مخابراتيه. شنو تيقول هذه يحيى مخيويه ولا مخيوبه؟ هو مول ذاك الموقع او رئيس الموقع. شنو قال رئيس تحرير؟ النظام الإمبريالي العالمي يخرج الوحش الذي بداخله ويمر إلى مرحلة جديدة من التوحش السياسي
والعسكري بالاعتداء على دولة وسيادتها بدون المرور على أروقة مجلس الأمن، ولا يعطي أهمية ولو شكلية للقانون الدولي كما كان يفعل قبل سنوات مضت. هذا التحول الخطير داخل الإمبريالية العالمية يعتبر إشارة قلق داخل قيادة المعسكر الغربي الذي يخشى تراجع قوته وهيمنته الاقتصادية على العالم، ويقرر الاستحواذ ولو بالقوة على مصادر الطاقة العالمية للمساومة أمام الصين والقوى الاقتصادية الصاعدة الأخرى. اليوم يضيف فنزويلا باسم أكذوبة الديمقراطية ومكافحة المخدرات، غدا نيجيريا تحت غطاء حماية الأقليات المسيحية، وبعدها ستكون دول أخرى لن تسلم من التوحش الغربي تحت دواعي أخرى قد لا تتخيلها اليوم. ويضيف هذه التطورات الخطيرة تجعل الأمة الجزائرية في مفترق الطرق. هو هنا بدا كيعبر على الخوف ديالو، من تكرار سيناريو فنزويلا مع الجزائر، أو تكرار سيناريو إيران مع الجزائر. هذه التطورات يقول الخطيرة تجعل الأمة الجزائرية في مفترق الطرق. يجب علينا الابتعاد عن الشعبوية ولغة الخشب، كما يجب استئصال الرداء من كل دواليب الدولة وبناء مؤسسات سياسية سيادية فعالة مع توظيف كل الذكاء الذي بداخل المجتمع الجزائري من أجل تحصين بلادنا من مخاطر العدوان المحتمل. أهم حاجة قالها هنا، يجب علينا الابتعاد عن الشعبوية ولغة الخشب، يعني النظام ديالهم كيعيش على الشعبوية ولغة الخشب، وكيقول لك اللهم إني بلغت. خايفين، شدهم الرعدة، الخوف. وكاين أسماء أخرى جزائرية خرجت كتتكلم بنفس المنطق، حتى الدباب ديالهم كيتكلم بنفس المنطق، شدهم الرعدة. خايفين ديال بصح من سيناريو فنزويلي يكون معها أو لا يقيسهم. ندوزو قبل ما نعلق على المسألة من الناحية ديال الديمقراطية وكذا غادي ندويو عليها، ولكن قبل هذا نشوفوا شنو كتب وحمان اليوم أو لا وحمان قال لك المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، المكتب التنفيذي بيان إدانة للعدوان الأمريكي على جمهورية فنزويلا البوليفارية. أنا ما متفقش مع هذا البيان ديالهم، وبالنسبة لي هم عايشين في لا لاند. وأي واحد كيجي يتكلم لي اليوم على القانون الدولي والشرعية الدولية، مجلس الأمن كيضحك على راسه أو لا ظريف لواحد المستوى الغباء، لأن العالم ما بقاش كيعترف بالتخربيق كله. اليوم حنا عايشين في غابه، القوي تياكل الضعيف، ما كنتيش قوي غادي ياكلوك. هذه من ناحيه اخرى هذا المرصد هذا كيتكلم لنا على الادانه للجمهوريه الفنزويليه وبلا بلا بلا بلا، على اساس انه هذا مادورو هذا رئيس شرعي، وعلى اساس انه ليس بتاجر مخدرات، وعلى اساس انه غير معادي لوحدتنا الترابيه، وعلى اساس انه غير مجرم. راه الفنزويليين وما حاملينوش براسهم وتجي انت تدافع عليه، مساله غير منطقيه. وهنا كيبان بانك عايش في واحد الجو من الشعارات، في واحد النوع من الاختطاف الذهني، في واحد البرج عاجي ديال الشعارات والشعبويه عايش فيه بوحدك. ولكن رغم كل هذا ورغم انني مختلف معاه وزيد الا انني ما عنديش مشكل يكون هذا هو الموقف ديالهم، ويكونوا كاين مغاربه كاع مناهضين للتصرف الامريكي وضد الفكره ديال لا هادو خصنا نعتقلوهم، هادو ما خصهمش يدويو. لا، خلي الناس تعبر تقول اللي بغات، هادشي كيعطي قوه للموقف المغربي، كيخلق نوع من التوازن ممكن تحتاجه واحد النهار، خصوصا انه هذه الاراء قليله وما عندهاش تاثير، وكيغطي عليها الموقف الرسمي والشعبي اللي اليوم فرحان بما حصل لانه يتماشى مع مصالحنا، وبالتالي المواقف ديالهم ما يكونش عندها تاثير اللهم مستقبلا الى احتاجتها الدوله، وكتخلي داك التوازن النسبي يكون. فمزيان خليهم يعبروا. هذا هو هذه موقف ديالي من الهرطقات اللي جات في هذا البيان هذا. الان نرجعوا للمساله ديال امريكا وشنو دارت. اولا امريكا تحركت بطريقه ديال البلطاجه، باش نكون واضحين، ماشي غير حيت لصالحنا غادي نوهم نفسي او نضحك على الناس ولا نقول لهم لا كي اللي داروا زوين وكيوت. هذه بلطاجه، ولكن هذه البلطاجه اليوم كتماشى مع المصالح ديالي. كتماشى، ما سوقيش مزيان واش فهمتي؟ ولكن ما نقدرش نخرج نقول هما هكذا ما احترموش القانون الدولي وما احترموش الشرعيه الدوليه وخصهم يطلقوا الرئيس وما يديروش. لا، اي حاجه وقعت لصالحي انا بالنسبه لي هذه الكره الارضيه وصالح المصالح ديالي غادي نكون معها. علاش؟ ماشي حيت انا قبيح، حيت العالم يدار بهذا الشكل. الا بغيت ندير فيها كيوت وظريف وانساني ومنطقي وكيوت خلينا نكون العصا. العالم اليوم داير بحال مجموعه من التروس كلها كتدور جهه وحده. الا انت بغيتي دير فيها صعصع وغدور بالعكس غتهرس وغتكمل داك التروس الدوران ديالها وما غاديش يحسوا بانك تهرستي.
تبز منك خاصك تدور في نفس الاتجاه اللي كيدوروا فيه. العالم هكذا يدار اليوم. شوف اليوم شنو كدير روسيا وجاي تدور على الصين، حتى هي غدير نفس المساله مع تايوان، مساله وقت. شوف الغرب شنو دار من قبل ضد بعضياتهم وضد الافارقه، وكيفاش بناو النهضه ديالهم على حساب المستعمرات السابقه ديالهم. هذا هو العالم، بغيتي ولا كرهتي. العالم ديال اليوم هكذا داير، هذا العالم اللي كيسميوه العالم المتحضر هو هكذا داير. زياده على ذلك ما حصل اليوم هو ماشي ضد شي حد ديمقراطي اللي ممكن يبقى فيك او تضامن معاه، هو ضد مجرم، ضد ما حصل ضد مادورو اللي عنده علاقه وارتباطات بتجار المخدرات، ضد واحد عذب الشعب ديالو، ضد واحد جوع الشعب ديالو، ضد واحد سليل ديال النظام او جزء من النظام فاشل دخل فنزويلا في الحيط. كاين اطماع في الغاز والبترول ديال شي كله كاين، ولكن من المفروض القياده خصها تكون على قدر كبير من الذكاء والدهاء والفطنه، كيفاش تتجاوز داك الاطماع وكيفاش تقدر تناور وكذا باش تحافظ على شعبها، ماشي داك الشعبويه والتحجر وكذا اللي يدخلهم في الحيط. واش انت باغي تدخل في مشكل مع قوه عظمى؟ هذا حماق، غادي يكون له بال، وخياراتهم الاستراتيجيه كلها بانها غلطه وبالتالي يستحق تنوق عليه. الشعب ديالو غيكون فرحان اليوم، لولا الخوف من دوك العصابات ديال المخدرات اللي على صله بالنظام كان غينزل الشعب الفنزويلي اليوم وهو فرحان بسقوط مادورو، وهذا الشيء مساله وقت. فاليوم بالنسبه للجزائر امامها خيارين، وتعلم من هذا الشيء اللي وقع. يا اما تبدل من السياسه ديالها وتدخل الامر الواقع وما تدخلش شؤون جيرانها وتحترم السياده ديال جيرانها وتخلى لها دعم المجموعات الارهابيه والمجموعات الانفصاليه، او لا تستمر على نفس النهج وغتمشي في طريق سيناريو الفنزويلي، لا اقتصاديا ولا سياسيا. بالنسبه لفنزويلا في اعتقادي غيكون جوج ديال المسارين، يا اما ما تبقى من النظام ديال مادورو، لان النظام ديال مادورو لم يسقط الان، تم اسقاط راس النظام مازال كاين، الصقور في النظام جزء كبير منهم مازال كاين. يمكن الخطه الامريكيه كانت عندها علاقه باغتيالهم او لا باعتقال القيادات الكبيره المواليه لمادورو، ولكن هذا لم يحصل. شفنا وزير الداخليه واحد منهم مازال كاين في الشوارع كيتحرك. فبالتالي دوك القيادات اللي مازال كاينه ومازالت تمسك بزمام الامور في فنزويلا غيكون قدامها جوج ديال المسارات، يا اما المسار ديال انهم يبركوا على الطاوله مع الامريكان وغادي يلقاو مخرج تفاوضي مع امريكا نفسهم في فنزويلا، غتبدل فنزويلا من السياسات ديالها، غتفتح ابوابها الشركات الامريكيه في البترول، في المجال ديال البترول والغاز، تخلى على علاقاتها مع ايران ومجموعه من الجهات الاخرى اللي كتشوف فيها امريكا مهدده للمصالح ديالها، وهكذا غيكون وحده. او لا يتمسكوا بالموقف ديالهم وهادشي يدخلهم في مواجهه مع قوه عسكريه. لا استبعد الامريكان يسلحوا حتى بعض الاطراف المناوئه للنظام اللي كاين اليوم داخل فنزويلا مازال موجوده، يسلحوها وتدخل البلاد في حرب اهليه احد اطرافها يكونوا مدعومين من الولايات المتحده الامريكيه. كاين سيناريو ثالث او ثاني اللي هو تدخل الروس على خط، لا الخط، ولو انه سيناريو مستبعد، ولكن التدخل ديال الروس على الخط يدعموا الجهات اللي كتدعم مادورو، وضد التدخل الامريكي يدعموهم بالسلاح، الامريكان يدعموا الاطراف الاخرى، وتشبك حرب اهليه طويله الامد هناك في فنزويلا. وهذا ما كان ما حصل لصالحنا. اذا خليوا الاراء ديالكم انتم، متفقين مختلفين معايا، لكم راي اخر. نلتقي ان شاء الله في فيديو قادم او بث مباشر كالعاده. الاخوان ما تنساوش اللايك والتعليقات، كتدعمنا بزاف بزاف، ما تبخلوش لينا بالدعم ديالكم. حنا واحد البلاد اللي شريف اللي قاسنا غيجيبها بضلوعه، اللي قاسنا غادي يجيبها بضلوعه. اذا لاحظتوا اليوم كل خصومنا كياكلوا العصا واحد تلو الاخر. السلام عليكم.